السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل متابعيني في كل مكان، يا رب دايما تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تعالوا بقى نعمل مع بعض أحلى صينية مكرونة بالبشاميل، هتطلع روعة وكريمية. وعايزة أقول لكم بقى عملتها بربع صدر فرخة، والله العظيم بربع صدر فرخة. وعايزة أقول لكم بقى صينية تحفة، والكريمة بتاعتها كده سايحة ونايحة وحاجة كده اللهم بارك. وتعالوا بقى نشوف الجمال ده عملناه ازاي. زي ما انتم شايفين كده الكريمة اللهم صل على النبي، يعني فاخر من الآخر. والحشوة بتاعتنا حشوة تحفة وجميلة. ويعني صدر خدنا ربع من الفرخة عملنا بيه الصينية الجميلة ديت. الكريمة بتاعتها تحفة والحشوة تحفة، وبجد صينية جبارة. عايزه اقول لكم كده حاجه فاخر من الاخر. تعالوا بقى نشوف الجمال ده عملناه ازاي. بس قبل ما نبدا نسمي بالله ونصلي على رسولنا الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. متنساش نحط لايك واشتراك في القناه لو احنا اول مره بتتابعوني، ويا ريت كده شير على قد ما تقدر. اول حاجه معايا صينيه كده على البوتاجاز، نزلت كده بمعلقتين من الزيت، ومعايا بقى صدر يعني ربع من الصدر بتاع الفرخه. قطعته كده زي ما انتم شايفين قطع كده، عملتها بالسكينه يعني قطع صغيرة كده. وبشوحها بقى كده بشوحها في الزيت. وبعد كده بقى محضرة بقى معايا بصلاية ومعايا فلفل وطماطمتين اتنين مقطعهم برضو مكعبات، وهنضيفهم بقى عليهم. يعني بنعمل عصاج من الاخر كده ايه، طبعا احنا كلنا عارفين العصاج بنعمل ازاي. هنزل بقى ببصلة هي بعد ما الفراخ كده بتاخد صدمة مع الزيت وبتتشوح كويس كده، بنزل بقى عليها ببصلاية. برضو البصلاية تتشوح كده تشويحة بسيطة، بنزل عليها بقى بالفلفل. طبعا هنزل بقى بالتوابل بتاعتنا، كمون بابريكا، اللهم صل على النبي، كمون وبابريكا وكزبرة ناشفة وملح وتوابل فراخ. هنزل بقى بمعلقه كده بسيطه من الملح، وهنقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه، وهنسيبهم يتبالوا بقى كده مع بعضهم. وهننزل بقى زي ما انا قلت لكم كده بفلفل وحبتين من الطماطم كده كنا مقطعهم برضو مكعبات، وهنضيفهم عليهم. والعصاج بتاعنا كده خلص ومية مية. طبعا انا ما كانش عندي فلفل احمر، فحطيت الطماطم ديت علشان تدي، اولا بتدي طعم للعصاج، وفي نفس الوقت بيبقى لون جميل كده حلو. وطبعا الالوانات دي بتبقى مخليه كده ايه، العين بتاكل قبل البق. يا ريت بقى اللي وصل لحد كده بخلش عليا باللايك واشتراك في القناه كده يا جماعه، وكومنت منكم حلو حلو كده، وشيروه بين احبابكم واصحابكم. انا عايزه بقى الفيديو كده ده يضرب زي فيديو بتاع فطاير الفراخ دي، ما ضرب كده وجاب 5000. فانا عايزه برضو الفيديو ده يعني يجيب برضو اكبر بقى من بتاع الفراخ. يعني هو بتاع الفراخ جاب 5، انا عايزاها بقى يجيب 10. فجدعانوا معايا كده، ويا ريت كده ما تبخلوش عليا باللايكات وشاركوا بين حبابكم واصحابكم. ودلوقتي بقى بنحضر البشاميل برضو كده ايه. نزلت بمعلقتين كبار من السمنه ومعلقتين من الزيت، وهنزل عليهم كده ايه، طبعا لكل كوبايه لبن ولكل معلقه سمنه. يعني مثلا نزلت باربع معالق من الماده الدهنيه، بنزل عليهم باربع معالق من الدقيق. نزلت بثلاث معالق من الماده الدهنيه، بتنزلي زيهم برضو دقيق. يعني بيبقى مقدار الدقيق زي مقدار السمنه. فانا ده كنت منزله باربع معالق، اتنين زيت واتنين سمنه، ونزلت عليهم باربع معالق. انا حطيت برضو معلقه بس ما تصورتش معاكم، انا حطيت قدامكم ثلاثه وحطيت معلقه تاني بس ما صورتش معاكم. وبنقلب كده لحد ما الدقيق يتحمص معانا كده، وباخد بقى كوبايه من ميه المكرونه اللي احنا بنسلقها، وبضيفها كده على البشاميل بتاعنا. ومعايا بقى لتر من الحليب وبضيفه عليه. وطبعا بقى بنزل بالتوابل ملح وكمون وفلفل، وملح وكمون وفلفل وبابريكا، وملح وكمون وفلفل وبابريكا. وبقلب بقى الكلام ده كله، بحط لها بقى مرقة دجاج بتنقلها في طعم تاني، بتديها طعم تاني. وبقلب بقى الكلام ده كله، اول ما البشاميل بتاعنا يبدأ يتقل بقى كده، بنقوم رايحين طافيين عليه وسايبينه اه بالشكل ده كده. طبعا بقى على العين التانية اكون بسلق المكرونة. بسلق بقى المكرونه على العين التانية. وطبعا بنسيب بقى واحنا بنسلق المكرونه بننزلها كده، بيبقى لسه فيها ندغه علشان طبعا لسه هتكمل سواها في الفرن. طبعا حطيت بقى كمان اهوت
وخلاص بقى البشاميل بتاعنا تقل كده وبقى القوام بتاعه تقيل اهوت، هقفل عليه بقى واسيبه. كده بقى خلاص بقى المكرونه بتاعتنا صفيناها والبشاميل اللي معانا جاهز والعصاج جاهز. هنجيب بقى الصينيه بتاعتنا، اي صينيه، صينيه مستطيله، صينيه مدوره، اللي انت عايزاه. فنجيب بقى الصينيه بتاعتنا وبناخد بقى كده ايه كبشه من البشاميل وبنحطها في القعر كده زي ما انتم شايفين. بعد كده بقى بكون باخد المكرونه اللي احنا سلقناها وبضيف عليها بقى ايه كبشتين برضو من البشاميل اهو زي ما انتم شايفين كده. بقلب بقى يعني بحط كده كبشتين على المكرونه، بقلبهم كلهم مع بعضهم، وبحط كبشه في الصينيه من تحت، وبعد كده بضيف نص المكرونه تحت. طبعا احنا كلنا شطار وعارفين المكرونه بتتعمل ازاي اهو زي ما انتم شايفين بالشكل ده. هناخد بقى النص ونوزعه كده في الصينيه كويس، وبرجع بقى اضيف عليها العصاج. بجد صينية تحفة وكانت طعمها خطير، والكريمة بتاعتها كده دايبة وحاجة كده اللهم بارك، يعني حاجة كده فاخر من الآخر. صينية بجد بقى تحفة. وعايزة اقول لكم بقى احنا عملنا بربع فرخة، عملنا فطائر وعدينا يوم، والنهارده ده بالربع التاني اهوت، يعني صدر فرخة قضانا يومين اتنين، واكل كان تحفة. عايزة اقول لكم الفطيرة اللي كنت عاملاها على شكل فراخ دي كانت تحفة، والساندوتش ملان كده ومش اي كلام يعني. والصينيه زي ما انتم شايفين اهوت، العصاك بتاعها كبير، والصينيه دي كبيره، دي اكبر صينيه في الطقم، يعني دي الصينيه الكبيره اللي فيهم. عايزه اقول لك بقى ده مع شويه بطاطس وشويه مخلل وطبق سلطه، غدا جميل جدا ومشبع وحاجه حلوه. عايزه اقول لك انا وولاد الاتنين كلنا لما شبعنا، وفضل كمان يجي خرطتين اتنين كمان منها لتاني يوم الصبح. يعني بنص فرخة عملنا بيها يومين اتنين، واكل جميل جدا وحلو وحاجة يعني كده، يعني اللهم بارك. فربنا يديمها علينا نعمة يا جماعة. ويعني ايه حاولوا ان احنا يعني على قد ما نقدر كده نوفر ونظبط امورنا كده. طبعا بقى بعد ما حطيت بقى العصاج، حطيت نص المكرونه، ودلوقتي بقى بضيف البشاميل. وزي ما انتم شايفين البشاميل ما شاء الله كريمي وتحفه وجميل جدا. وطبعا عندي بقى جبنه موتزاريلا احطها على الوش كده علشان بقى ايه تخلي الصينيه بتاعتنا كده صينيه تحفه. اقطعها بقى على الوش كده واحطها. وطبعا زي ما قلت لكم بقى كده نعمل بطاطس، يعني طبق بطاطس محمر، شويه سلطه، حبه مخلل، ويوم عدى وجميل وحاجه كده تحفه. ونحاول كده ايه على قد ما نقدر نوفر ونقدر كده ايه يعني بأقل حاجه نقدر ان احنا نمشي امورنا يعني. يعني مش لازم نجيب الفرخة وناكلها في يوم واحد، لا احنا لما نجيبها ونقسمها. يعني بتاع الفطاير ديت انا عملتها، ما كانت ما شاء الله عليها. الفطاير كانت مليانه وحلوه. ودلوقتي عملت بربع فرخه اهوت، صينيه جميله جنب شويه مخلل، جنب شويه سلطه، جنب شويه بطاطس محمره، وعدى اليوم حاجه حلوه. وزي ما انتم شايفين طلع بقى بالجمال والحلاوه والروعه ديت. وعايزه اقول لكم بجد كانت تحفه وكريميه ولذيذه جدا. فيا ريت كده اللي يشوف في الفيديو يشيروا كده، والكومنت منكم حلو، واشتراك في القناة لو انت اول مرة بتتابعوني. عايزين قناتنا تكبر كده وعيلتنا تكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.